وبركاته. النهارده قلت اروح لتيتا واشوفها كده لما اول ما اتخرجت، يعني كانت بتعمل ايه ولا كانت الدنيا بالنسبه لهم ايه. فقلت لها يا تيتا، اول ما اتخرجتي من الجامعه وانتي في امتياز، يا ترى كان في قصه اثارت انتباهك او لفتت انتباهك؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه حبيبتي، والصلاه والسلام على اشرف رسول الله. كان في حكايه عجيبه جدا، سبحان الله. في الاول وفي الاخر هتقولي سبحان الله. جات لنا واحده مضروبه وفي وشها لكميات ووشها مزرق وعينيها ورمه وحالتها حال خالص، وعماله بتعيط، وكان الناس جايبين جوزها معاها. فقلت لها الله، مالك يا ستي وكده. وقعدت طبعا عشان نشوف اكشف عليها، لان طبعا دي هيتعمل لها محضر. فالمهم اتضح ان جوزها بيعاملها ازاي. لو مثلا جه في يوم لقى كده حاجه مش عاجباه، بدل ما يقول لها مثلا دي مش معموله ليه او دي كده بالراحه كده او حاجه، لا يقول لها النهارده ايه، يلبس شورت ازرق مثلا ويقول لها النهارده الفرقه 5. حصل حاجه تاني يلبس شورت احمر ويقول لها ان الفرقه مش عارف ايه. وفي نفس الوقت كل الفرقه دي عباره عن ايه، ان هو يمسكها يضربها. ما تفهميش ايه حكايه الشورت بقى بالفرقه برقمها، هي كده. فقلت لها يا خبر ابيض، يعني هو كل حياته كده؟ قالت لي بس اصلا انا الغلطانه يا دكتور. قلت لها غلطانه ليه؟ انت عملتي ايه؟ قالت لي اهلي وانا صغيره جوزوني لابن عمتي وانا ما كنتش عايزاه، بس هو كان انسان محترم جدا، فضايقته. انا اللي بقيت اضايقه عشان يطلقني، وفي الاخر زهق مني وطلقني بعد حوالي 40 يوم. بس ده كان على هوايا، عشان انا كنت بحب الراجل ده اللي انا متجوزاه دلوقتي. فعشان كده سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى خلص ذنب ابن عمتي. ازاي يعني؟ اولا انا اللي بشتغل يا دكتوره، ده قاعد راجل قاعد عويل ما هواش بيشتغل. مش المفروض ان الراجل هو اللي يشتغل ويصرف على بيته؟ لا، من اول ما قعدت اول اسبوع قال لي مش انتي كنتي في بيت اهلك كنت بتشتغلي؟ كنت بشتغل عشان اساعد ابويا، كنت بشتغل يعني عادي. كنت امي بتجيب حبه خضار وتبيعهم قدام البيت، لان طبعا هي عايزه تخش تطبخ تخش تعمل اي حاجه، فكنت بقعد مكانها. وممكن كانت ايام امي ما تخرجش خالص، فكنت بقعد مكانها. قال لها خلاص تخرجي تجيبي برضو حاجات وتبيعها في السوق، لكن ما تقعديليش في البيت. انا ما اقعدلوش في البيت، لكن هو قعد لي في البيت. وللاسف انا ربنا فتح عليا وكسبت وبقيت كويسه خالص، ولدرجه ان انا اشتريت قطعه ارض. وبعدين قلت له طب ما تيجي تبيع وتشتري معايا، يمكن ربنا يفتحها علينا. وهو ما كانش يعرف حاجه عن الارض. لما دخل في البيع واشترى معايا وعرف ان انا بكسب، راح قام قايل لي لا انت تقولي لي بقى معاكي ايه. قعد يضرب فيا، دنتني لغايه ما قلت له على حته الارض وانا عندي عيله على دراعي. فقلت له دي بنتي نبقى نجهزها بيها، احنا ما نعرفش بكره في ايه. قال لها لا دي تكتبيها باسمي. وقعد يضرب فيها، وطبعا اضطرت انها تكتبها باسمه. والاخر هتعمل ايه؟ قعدت برضو تعرفه الشغل ازاي ويجيب منين ويروح سوق ايه عشان يجيب الخضار ارخص وكده. والاخر بدأ يجيب العربية بتاعته، بقت تقف عليها هي وعربيتها، يعني تقف على عربيته وعربيتها وهو يروح يقعد في البيت برضو. فطبعا حاجة زهقت. ففي يوم من الايام وهو بيضربها، راحت جايبة عصاية كده كانت كبيرة جامدة بيسموها شومة، وراحت ضربها على دماغه، اغمى عليه. الناس افتكرت ان هو مات، فراحوا خدوها القسم. وفي الاخر هو اتنزل لها مقابل ان هي تديله الكام غويشة اللي هي لابساها علشان يتنازل عن المحضر، عشان البنت اللي على دراعها ما تتبهدلش وهي تتحبس. والبنت بقى طبعا هتروح لمين بقى، لخالتها ولا عمتها ولا الله اعلم. وهل راجل زي ده هيعرف يربي عيله وهو اصلا ما بيصرفش على بيته؟ فطبعا اضطرت انها تتنازل وانها تديله الغوايش اللي عندها. وفي الاخر بعد ما اديته كل حاجة، راح مسكها ضربها ويقول لها لا انا هتجوز عليكي. فطبعا قعدت تتخانق معاه، وفي النهاية ضربها وجم المستشفى. ادي يا ستي، شفتي بقى هي ايه؟ زي ما بيقولوا في الامثال، اللي ما يرضاش بالخوخ يرضى بشراب. يعني ابن عمتها كان راجل محترم وكان راجل كويس، سابته علشان هي بتحب واحد مش محترم. طب ما هو انتي كنت سألتي اهلك، ما هو اهلك اختاروا لك ابن عمتك لان هم عارفين ان هو راجل كويس. ولكن اهو شفتي بقى سوء الاختيار عمل ايه. ادي دي حكاية من الحكايات اللي قابلتني وانا في امتياز. يلا مع السلامة حبيبتي.